سقطت الطائرة الروسية بسيناء المصرية وسقط معها قطاع السياحة تباعا، فبينما الكل منشغل حول تحديد الأسباب الكامنة وراء الكارثة ودخول أطراف على خط التحقيق والاستنتاجات والاتهامات المتبادلة والتشكيك من هنا وهناك، تستيقظ السياحة المصرية على وقع إفراغ شرم الشيخ من مرتادها الروس والذين بلغوا 80,000. فمنذ ما يقرب من 4 سنوات كانت روسيا المنقذ الأول للسياحة المصرية بأزيد من 3 ملايين سائح سنويا، جلهم بجنوب سيناء والغردقة على ساحل البحر الأحمر، إذ يمثلون نصف السياحة الواردة إلى شرم الشيخ من مجمل السياح تقريبا. ومغادرتهم تعني مغادرة مليارات الدولارات من قطاع السياحة، حيث تشير الأرقام إلى خسارة مصر ل4 ملايين دولار يوميا. كما أعلن الاتحاد الروسي للسياحة أن 35% من الروس الذين كانوا ينوون السفر إلى مصر قد ألغوا سفرياتهم بالفعل وغيروا الوجهة نحو تركيا. وقد كشفت وزارة السياحة المصرية أن مغادرة الروس والبريطانيين معا سيؤدي إلى فقدان 70% من السياح داخل مصر. وتسهم السياحة في مصر ب14.5% من عائدات النقد الأجنبي، إذ بلغت نسبة مساهمة السياح الروس عام 2014 قرابة $2.5 مليار، أي بمقدار إنفاق يومي قدر ب57 دولارا للسائح.